السلام عليكم، أنا أوسكار. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. دارك ويب. الدارك ويب والديب ويب هي من أرعب الأماكن بالإنترنت حرفيا، وتقدر تجيب من عندها مقاطع وصور تجلط شباب حرفيا. فاليوم شباب جبت لكم كم مقطع دارك ويب، وجبت لكم مقطع على ما أعتقد عشوائي غريب، يعني مرعب غريب. أنا ما ودي أصور، والله العظيم شباب ما ودي أصور. قبل لا نبدأ الصلاة على النبي واللايك والاشتراك، وكالعادة شباب ثواني دقيقة. جايب وياي شاي، خلونا نبدأ. 我爱北京天安门，天安门上太阳山。我说呀，我是那爱你的他，我爱北京天安门，天安门上太阳山。 المقطع الأول شباب هو دارك ويب، أوكي، لكن بطريقة مختلفة وغريبة جدا. أول شيء احنا دائما نتكلم شباب عن القتل والاختطاف والدم وهذه الأمور. اليوم راح نتكلم عن شيء احنا ما نعرف هو شنو، تمام؟ تخيل عزيزي المشاهد، يوجد موقع على الانترنت يعرض اغراض مستعمله، يعني مثلا احذيه مستعمله وكرمون شباب، او ملابس مستعمله، او قبعات مستعمله، او اي شيء مستعمل. لكن هذا الشيء يبيع فقط الاشياء يعني الملابس، فقط الملابس. فقررت بنيه شباب، بنت، تشتري من هذا يعني الموقع حذاء مستعمل. اوكي تمام. انا شباب جاي اتخيل الموضوع قد كان غريب جدا غريب. فهي شباب اشترت الحذاء جاها للبيت، فتحت الحذاء شباب كان ملطخ بالدماء، يعني بدم. الحذاء اللي جاها انصدمت البنية، تمام. بدت تراسل الدعم الفني مال الموقع، يعني اللي يتحكمون بالموقع، تقوم يا معودين الحذاء اللي جاني بيه لون احمر بدم، ما ادري شنو السالفه، ليش ما تردون علي؟ هل اطالب بترجيع المبلغ؟ فهمتوا هذه الامور؟ ما حد يرد عليها ابد. وراها بيومين اكتشفت البنيه انه هذا الموقع اللي اشترت منه الاحذيه هو موقع بيع وشراء الملابس مال الضحايا من الدارك ويب. يعني مو يخطفون الضحيه، دول جماعه الدارك ويب، مو يخطفون الضحيه، ياخذون ملابسها ويبيعوها. يعني انا شباب ما ادري ايش جاي يصير، وانا اقرا لكم طب شباب، هي بعد ما عرفت صارت ما تراسل احد، وصارت خايفه، ما تراسل حتى الموقع، عافتهم تركتهم، صارت تعيش وحدها خلاص، ما تريد اي شيء. الحذاء شباب رمته، تمام. يوميا شباب الساعه ب3 بالليل، تمام، وهي نايمه شباب يجيها، يعني احنا نقول حصى او مثلا حجره صغيره على الشباك مالتها وهي نايمه. تقوم شاب تتفرج على الشباك، تشوف مشهد معين واحد، انا ما راح اشوفكم المشهد الا بنهايه كلامي، تضرب. فهي تنصدم وتخاف، شنو السالفه؟ تتصل على الشرطه يجون لنفس المكان، ما يلقون اي شيء، وهي تقول لهم والله شفت شخص واقف تحت ضرب علي الحجره. هم يقولوا لها ماكو اي احد، يعني فتشنا المنطقه كلها ما لقينا اي شيء. تقول لهم متاكدين؟ والله شفت، تحلف حتى بس بالانجليزي، اي سوير جاد، اقسم بالله. شباب الشرطه ما جاي يصدقون ابد، يعني ثاني مره صار وياها نفس الشيء، وتشوفه واقف جوا وهي ما تعرفه هو منو، لابس قبعه وما تعرفه هي منو ابد، تمام. اللي كانت تشوفه البنيه هو شيء واحد فقط، شوفوه وقولوا لي شنو هذا. لو لاحظت شباب، الواضح انه يوجد احد يراقبها، ورجل يراقبها. الشرطه تجي تبحث عن الموضوع، ماكو. فقرروا يقولوا لها انه ارجوك صوري لنا شكله، نريد نشوفه، تمام. فللاسف صورت المقطع اللي انتم تشوفونه الان، لكن البنت شباب اختفت حرفيا، البنت انفقدت، ما لقوها لحد الان. بالله عليكم شباب، هذه نهاية قصة. يعني أنا الآن قريت لكم قصة وقلت لكم أشياء صارت حقيقية، لكن هل هذه نهاية؟ هل توقعتوا هاي نهاية شباب؟ ما أدري شنو السالفة، والله ما أدري. يعني اختفت البنية شباب، راحت، والشرطة ما قدروا يلزموه. هو منو أصلا؟ منو هذا؟ هل من الموقع اللي اشترت من عنده من البداية ولا لا؟ أوكي شباب، الآن الفيديو اللي أنا جايبه لكم هذا مو دارك ويب، لكن تحسه طالع من الدارك ويب من كثر ما هو يخوف. هذا المقطع قديم شباب لشاب كان قاعد بالمقبرة وشاف هذا الشيء، شيء جدا غريب، يتمشى، ما أدري هو حقيقي
مو حقيقي. شنو هو ذكاء؟ مو ذكاء اصطناعي لانه الفيديو جدا قديم، يعني قبل لا يطلع الذكاء الاصطناعي. فانتم شباب شوفوا الفيديو اعطوني رايكم يعني. والله العظيم اقسم بالله ما اعرف شو اقول، والله ما اعرف شو اقول شباب. شنو هالمقاطع هاي؟ شباب الفيديوهات اللي شفناها قبل شويه اللي هن فيديوهات اثنين، انا ما اعرف شنو اقول عنهن، وما عندي حرفيا شباب ما عندي اي تفسير عنهن حرفيا. الان خلينا ننتقل لواحده من ارعب الاشياء اللي شفتها بحياتي او صارت لي بالحياه او سمعت عنها وقريت عنها حتى. الان راح نتكلم عن زواج. امرأة ورجل قرروا الزواج، لكنهم ليسوا امرأة ورجل بل فتاة وشاب، يعني صغار بالعمر. طبيعي تزوجوا، أهله اجوا لأهل المرأة خطبوها، وافقوا. يعني عرس راح يكون أهل الامرأة أو أهل الرجل، يعني عرس طبيعي شباب ما بي أي شيء. عرس واو واو يس ليتس جو. العروس ماتت. ليش ماتت؟ شباب العروس ماتت من شنو؟ أنا ما أدري، لكن أمها لحد الآن محتفظة بالجثة، يعني لحد الآن جثة البنت موجودة عند أمها. أمها يا شباب عندها معرض أو متحف، أوكي الأم هاي الأم تمام، فالأم محنطة بتها عندها بالمتحف تمام. شباب راح أشوفكم الآن صورة البنت وهي بالمتحف، ما يعني غير متحللة، يعني ما بيها أي شيء، مجرد ميتة منذ زمن ومحطوطة بالمتحف. تغير لها ملابسها وتغير لها يعني جسمها من الداخل. أنا ما راح أتكلم عن هذه الأمور، يعني تغير لها كل شيء تمام. هي وياها وحدة، يعني الأم من كثر ما هي أمها، المفروض هي أمها تخاف تسوي هاي الأشياء وحدها، فتجيب دائما وياها وحدة. فخلينا نشوف شكل البنت وهي محنطة بالمتحف أو المعرض. ما لاحظتوا شباب من بعيد تبدو وكأنها دمية، وين شباب وكأنها دمية من بعيد، لكن شباب لو تلاحظون من قريب وهي غريب شكلها، يعني اوكي هي متحنطة صايرة فعلا وكأنها دمية. يعني انا ما ادري ليش الام حبت تسوي هذا الشيء انه تحنطها، ليش ما دفنتها طبيعي او حرقتها مثل ما هم يسوون. طب خلينا نكمل الصور. يا اخوان شكلها جدا غريب، الشكل جدا يخوف يا رجل. ليش شكلها بهاي الطريقة شباب؟ والله غريبة. شباب الايدين او الاصابع جدا حقيقية يعني. انا ليش احمد تصور هاي النوعية من المقاطع؟ وهذا شكلها بالليل شباب، يعني بعد ما المتحف او المعرض ينقفل هذا شكلها بالليل. هاي شباب قصة حزينة أكثر مما هي قصة مرعبة، منو يتفق؟ أما الآن خلونا ننتقل للمقطع الأخير، وهذا المقطع دارك ويب، لكن أقسم بالله خايف أعرضه لكم حرفيا. الآن يا شباب راح أشوفكم مقطع من الدارك ويب لحفلة، أو خلينا نقول شلون اشرحها هذا، يعني كيف اوصله لكم؟ شباب هم وقت ما يخطفون الضحايا يشوفونهم عرض، هذا العرض او مشهد او فيديو يشوفونه للضحايا اللي يدعي نفسه انه هو ما يخاف. هاي حرفيا شباب قصص مسربه من الدارك او قصص يعني الناس تقولها بامريكا هناك. حرفيا اطبق انا على مواقع امريكيه يعني القى هاي الفيديوهات تمام، لكن او برو شاب اقسم بالله كل ما اريد اتكلم واقول اتذكر انه الموقع يقول لا تتكلم عنه او لا تذكر اسمنا، حرفيا الموقع اللي اجيب من عنده المقاطع والاشياء، فاخاف جدا اني اذكر الموقع لا يصير لي شيء، فخليني ساتر على نفسي. الله يستر شباب. المهم شباب انه قلت لكم انه في ناس ما تخاف هناك بالدارك ويب، فاكو ناس فشباب راح اشوفكم مقطع. المفروض انه هاي حفلة صارت بالدارك ويب، ما ادري شنو، انا ما ادري شنو هذا الفيديو اللي شفته وليش محطوطة عليه هاي الموسيقى. 3 2 1 تفضلوا. شلون لك عيد وتحلف
قلت لكم شباب هو اكثر شيء يخوف حرفيا بمقاطعي كلها هو الدارك ويب. اكثر شيء انا ما احبه يا رجل. شنو هذا؟ يعني انا بديت اتخبل، يعني حتى لو تلاحظون عيوني صارت نايمه، راسي بدا يدوخ، بديت ما اخاف مثل قبل، لانه صار الموضوع طبيعي عندي شباب. انا ما ادري ايش اقول، ما ادري ليش راح انهي المقطع على. المهم شباب انه 3 2 1 اشوفكم على خير. ليش حسبت ارقام؟ والله شباب قمت اشمر اشياء انا ما افهمها، قمت اقول اشياء انا ما ادري شنو هي. بس شباب وصلنا نهايه المقطع، اتمنى لكم يوم سعيد، يوم هادئ. شلون تتمنى يوم سعيد للمشاهد بعد هذا المقطع؟ ما ادري. هذه بوسه مني لكم، اراكم لاحقا. السلام عليكم.